السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباحنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ناس كتير جدا، تساؤلات كتير قوي على الترطيب، خصوصا اللي احنا داخلين على الشتاء. دايما الشتاء بتلاقي بشرتك جافة، فيها تشرحات كده من طبعا الناس اللي بتستعمل المياه السخنة. واحنا قلنا قبل كده يا جماعة بلاش تستعملي مياه سخنة خالص وانت بتغسلي وشك. افضل ميه لغسيل الوجه والايدين الميه الساقعه، حتى في الشتاء حتى في الشتاء. طيب ليه يا لولو؟ الميه الساقعه بترطب البشره كويس قوي، بتشدها. الميه السخنه لما بتغسلي بميه سخنه وتتعرضي لاي هواء لاي برد بيعمل لك تشققات في البشره وبتنشف معاكي وبتبقى مش ظريفه خالص يعني. طيب تعالوا نشوف وصفه حلوه قوي 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 قوي، مش بفلوس خالص، يعني حاجات بسيطه جدا ورخيصه جدا. هتعملها كل يوم وهتحسي بفرق بشرتك رهيب الصبح. هتبقي بشرتك كده طرية كده وبتطز وبتلظ كده زي ما بيقولوا، زي البيبيهات وطرية وحلوة. ما فيش فيها تشققات، مش ناشفة، حلوة قوي قوي. تعالوا نشوف المكونين السهلين جدا، هم اسمهم السهل الممتنع، اللي هتقدري بيهم ترجعي بشرتك ان هي تبقى طرية وكمان ناعمة. هتحسي بفرق رهيب جدا بعد يومين ثلاثة بالكتير قوي قوي، يعني فعلا بتجيب نتيجة على طول. وهتدعي دعوة من قلبك. يلا بينا نشوف المكونين الرئيسيين الحلوين اللي معانا كده، اللي مكسرين الدنيا. ناس كتير جدا يعني هم موجودين في كل البيوت معظمها، وموجود في الصيدليات ورخيصة جدا، بس ناس كتير جدا ما تعرفش ان هما الاتنين مع بعض بيعملوا حاجة عظمة يعني. تعالوا نشوف الاتنين. شايفين كده يا بنات؟ ديت مية ورد اهي، تجميلية طبعا. في فرق بين مية الورد التجميلية ومية الورد اللي هي بنحطها على الأكلات. تمام، اتكلمنا فيها قبل كده في كذا فيديو سابق. ناس كتير عرفت قوي ان في مية ورد بتيجي من الصيدلية، في مية ورد بتيجي من عند العطار. ملناش دعوة باللي عند العطار، احنا بنجيب زيت مية ورد من الصيدلية. في نوعين من مية الورد، نوع اللي هو الأبيض اللي زي ده، اللي تلاقيه عامل زي المية، تمام، والنوع اللي هو بيبقى بيديكي اللون اللي هو البينك شوية. تمام، اللي تفضليها دي، ده حلو وده حلو، بس انا بشرتي بالنسبه لي بحب ده اللي هي اللي عامله زي الميه دي. ليه بقى؟ لان ما مش بتدي لون للبشره، لكن التانية كنت بحس ان هي بتسمر وشي شويه. فدي اختيار ليك، هي دي ميه ورد ودي ميه ورد، اللي يعجبك هاتيها. ديت اهي موجوده حضراتكم، ايا كان الشركه بقى، انا مش بعمل اعلان عن الشركات. هي اي نوع او اي ازازه او اي حجم تجيبيه هاتيه. ده اول حاجه معانا. هنستخدمه ازاي؟ قبل ما تنامي بالليل هتغسلي وشك كويس، تمام، برضو بميه ساقعه زي ما قلت لحضراتكم. وهتجيبي قطنه وتبليها وتمشيها على كل وشك، كل وشك، تمام. طيب المومات الورد مفيده جدا 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 للبشره، جربيها وهتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. طب المكون التاني بقى اللي هيديني بعده هو ايه؟ خليكي معايا. ده المكون التاني اللي هندهنه بعده، ده ايه يا لولو؟ ده جليسرين. جليسرين من الصيدليه، ازازه جليسرين من الصيدليه، مش بفلوس خالص، مش غالية خالص يا جماعة، مية الورد غالية، بس الاتنين مع بعض بيعملوا حاجة عظمة بجد بجد، حاجة جميلة جدا. جربوها. مية الجليسرين ده بلية اهو. بعد ما بستعمل مية الورد زي ما قلت شرحت لحضراتكم، هاخد دي وابدأ احط على وشي اهو كده، حاجات دائرية كده اهي، تمام. وبرضو الناحية التانية اهو، كل وشي بقى. وبعد كده همسك ايدي اهو واعمل كده لفوق، زي ما اتعلمنا قبل كده مع حضراتكم الحكاية دي اهي، تدليك للبشرة اهو. مية الورد مع الجليسرين. طبعا هتعملي اكتر من كده، مش عايزة اعمل طبعا عشان الطرحة ما تتفكش، فهتعملي كتير كذا مرة. يعتبر مثلا هنا 10 مرات الجهادي وعشر مرات الجهادي، وكذلك برضو الجبهة بتاعتك كده لفوق 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 كده زي ما انت شايفة حضرتك. والدقن برضو دهنيه، والحتة ديت برضو الرقبة. وعايزة تدهني ايديكي ادهنيها. مش عايزة اقولك بقى على يعني التغيير الفظيع اللي هتشوفيه في بشرتك، والترطيب الجميل جدا اللي هتلاحظيه مع الجليسرين ومية الورد. ياه، حاجة يعني مش عايزة أقولك، والله تحفة. قمة الترطيب، أنا بحطه كده وأصحى الصبح بحس إن أنا بشرتي كده يعني إيه،
طرية طرية كده مش ناشفة، وخدت الترطيب كله. بغسل وشي عادي بصابونة عادية جدا طبية عادية جدا، وبعد كده بحط حتة كريم مرطب لو انا مش خارجة. طب لو انا خارجة بره في الشمس خلاص بحط الصن بلوك بتاعي او كريم الشمس، ومش عايزة تحطي ما تحطيش، تمام. بس الصن بلوك مفيد جدا عشان الشمس طبعا وكده. حبيت افيدكم بمعلومة بسيطة جدا، حاجة رخيصة قوي بس بتعمل نتائج رهيبة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وادعوا لي بس دعوة حلوة في كومنتات، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. بحبكم في الله، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. السلام عليكم.